أمين كبر في حي شعبي بسيط، والدي على قد الحال، ولكن كان عنده واحد البلان في السوفت وير ديال دماغه. ما كاينش المستحيل، بدأ حياته بالبريكول، أي حاجة جات قدامه كيديرها. خدم في المارشي، باع وشرى في الحوايج المستعملة، وكان ديما كيجمع دوك الريالات اللي كيشيطوا ليه. ما كانش كيخسر فلوسه في الخوى الخاوي، كان كيشوف في كل درهم استثمار للمستقبل. الفكرة والريسك واحد. النهار بان لي واحد النقص كبير في سوق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية في المغرب. فديك الوقيتة بنادم كان كيخاف يشري من الانترنت. أمين بذكاء وفطرة مغربية قرر يدخل لهذا الدومين. بدأ في بيت صغير ببي سي قديم، وانطلق كطور راسه ليلة ونهار. واجه بزاف ديال العراقيل، كلام الناس هذا الشي غي تخربيق، سير قلبي ليك على وظيفة صاليرها مضمون. ما كانش عنده رأس مال صحيح باش يكبر المشروع. أول مشروع ليه فشل وخسر فيه كعداكشي اللي جمع. الرجوع بقوة أمين مستسلمش، تعلم من الغلط دياله وفهم بلي التجارة شطارة، ولكن التدبير هو الساس. عاود بدءا من جديد، هذه المرة ركز على الجودة وعلى بناء الثقة مع الكليان. بدك يكبر بشوية بشوية، من خدام بوحده للتو دالناس، لشركة فيها 50 واحد النجاح، الوصول للقمة بفضل الصمود ديالو. أمين ولا داب من أكبر رجال الأعمال في المغرب، شركات ولات كتس والملايين، ولا هو اللي كيدعم الشباب اللي بادين من الزيرو بحاله ربيا كيسهل على اللي كيدير السبب. الطريق للنجاح ماشي مفروشة بالورود، فيها الحفاري بالزاف. اللي بقى في بلاصته الوقت كتاكله، لازم ديما تساير العصر وتطور مهاراتك. هذه هي القصة اللي كتعطي الأمل لكل شاب مغربي بلي الزيرو يقدر يولي بطل إلا كان النفس والخدمة. ما تنسواش متابعة باش تشوفوا جديد. شكران.